صباح الخير. نبدأ شرح قنفة. طبعا اللي تحتاجينه لفة صوف. طبعا ما يفرق أي خيط موجود عندك صوف تقدرين تستخدمين. لا حد يقولك لا لها خيط معين مدري إيش، أنا أتكلم لك عن تجربة. تمام. وإبرة عادية، الإبرة هذه طبعا موجودة بكل بيت. انزين، طبعا تركبين خيط مو طويل ولا قصير، عرفتي، وسط، وتكونين بنفس الوقت مجهزة البترون. هنا خلوني أشرح لكم البترون كيف الطريقة. البترون هذا موجود أصلا بالصورة، مرسوم مربعات. تمام، تحسبين المربعات اللي بالصورة كم، ثم تحددين هنا المربعات بالطول 18. تمام، نحدد هنا 18، نقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 هنا. تمام، ونجي هنا للعرض كم، 1 2 3 4 5 6 7. هنا 1 2 3 4 5 6 7. هنا يصير. انزين، نسوي الخطوة الأولى. هنا لاحظي بالصورة هنا رقم 1، السهم وين جاي على تحت، يعني تبدين من فوق تنزلين على تحت، تحسبين كم نازل على تحت، 1 2 3 4 5 6. هنا نجي هنا، هنا من ورا طبعا تخلين زيادة بالخيط. نكمل. قلنا ننزل كم، 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ننزل هنا. تمام، نجي الثانية، نازل مربع، يعني هنا ننقص مربع. هنا هنا البداية، هنا ننقص مربع، ننزل تحت. هنا ننزل تحت. هنا 3 ننزل حبة. إذا تلاحظون تدريجي نازلة الصورة. ونفس العدد هنا. نفصل الخيط. سوينا كم، 3. آخر شيء 4، تدريجي 4. بعدين 5 يرتفع، 5 6 7 نبدأ نرتفع فوق. هنا 4 ما نجي هنا، نجي هنا فوق حبة 5. بعدين 6 هنا. سبعة، لا مو هنا، هنا 7.
تجي بهالشكل. تمام. هنا نجي وين الرقم 8 على جنب، نحسب 6 بعد نفس هذه، 1 2 3 4 5 6، يعني 8 من رقم هذه 1 2 3 4 5 6 هنا. مع 7. تسعة. هنا 9 ننهيها مع نفس الخط هذا هنا، شايفين مع بعض هنا 9 عشان يكمل الشكل. هنا 10. أحداش. بعدين هنا 12. 11 آخر شي بالأربعة. انزين 12 يعني 12 مربع لحال. نسوي هنا 12، نلف الشكل. هنا 13. 14. أنا اخترت لكم أصعب شكل عشان تسهل عليكم الثانيات. هنا بس 14. ننزل هنا على تحت لل15. نكمل هنا 15. تلاحظون بنفس الأعمدة اللي هنا. هنا 16. هنا 17. أنا ما أعرف أصور ولا أشتغل. هنا 18. بعدين ننزل تدريجي 19. لا هنا 19. 20. 21. بعدين نلف الشكل كذا. هنا 23.
23 24 هنا 25 4 هنا بنفس اللي بالنص عشان يكون لنا الشكل. بعدين تدريجي ننزل على المربع الخطوط الأولى اللي سويناها، أثبت هنا، بعدين هنا، بعدين هنا، شايفين خلصنا الشكل. يصير نصعد فوق نحسب نفس اللي سويناها هنا نحسبها هنا، عرفتوا؟ خلوني أكمل شرح عشان ما تجين واحدة تقول والله ما فهمت، يصير شرحي على الفاضي. طبعا الخيط هذا نخليه ما تشيلينه، بعدين تثبتين إذا خلصتي يصير تثبتينها، أو تبي تقفلينها وتسوي لك خيط ثاني عادي تقفلينها شوي الشكل من ورا، يعني إذا بتربطين الخيط وتسوي لك خيط ثاني ونفس العدد هنا تسوينه. بس بصور لكم بعد كيف نكملها عشان ما تجيني واحدة تقول والله ما فهمت، يا عاد أنغث يصير أشرح وتجي واحدة ما فهمت، يا ويلي استغفر الله. نكمل هنا، لاحظوا في فراغ فاضي، هذا إذا عشان تثبتيهم مع بعض يصير تخيطين هنا وهنا. هنا تحسبين من المربع هذا، عرفتي اللي فيه العمود، هنا تحسبين 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. هنا يصير نجي هنا وتحسبين هنا 6 1 2 3 4 5 6. هنا 2 3 4. إذا لاحظتيها الرسمة على الرسمة 4 4. بعدين 5 هنا 6 هنا 7. هنا نكمل هنا 8 لا مايل هنا 8 9 10. وانتبهي أي غلط ترى يخرب الشغل عليك وتقولين لا عادي مو مبين،
بس لما تكملينها تحسين بالغلط، تحسين في شيء مو ضابط، فانتبهي للأخطاء. 8 9 10 11، هنا 12، 13، 14، بعدين هنا 15، هنا 15، بعدين 16، 17، 18، بعدين 19، 20، 21. انتهى الخيط. دائما نهاية الخيط خليه على وراء. هذه اللحظة اللي أنا أبي أوصل لها. نجيب خيط ثاني، هذا الخيط هذا هو. هنا تكملينهم ببعض. نكمل. لاحظي ربطت الخيط على آخر شيء على أساس يجي مشدود. تمام. نجي هنا نكمل. هنا 22، هنا 23، أربعة وعشرين، هنا 25. بدأ يكمل. هنا 26،
هنا تقريبا خلصنا، وبكذا تكملين الشكل. بتقولين تكملينها كذا على فوق على جنب، نفس اللي هنا سويتها تسوينها. وتقولين الفراغات هذه شو اسوي بها. عند هنا انتي تضيفين الالوان اللي تبين، بتضيفين نفس اللون، يصير معينات صغيرة. تضيفين نفس اللون، مثلا تضيفين هنا الوان ثانية، هنا يطلع لك مربع الجنب هنا، والاطراف تطلع لك مربع نفس الشكل ذا. انتي تعبينه سواء خيوط طولية الا طولية افضل، من هنا لين هنا. انزين تعبينه اللون اللي تبين، وهذا بدعي بالالوان يطلع لك شكل مرتب. او بس بالتوفيق يا رب.